اولا الكام يوم اللي فاتوا انا جالي استشارات، اكتر من استشارة من اهالي ومن مدرسين لاولاد يعني وبنات لاطفال مراهقين. هو طبعا المراهقين هم لسه اطفال، قرروا ان هم يعني ينهوا ألمهم بنفسهم ومعاناتهم بنفسهم بطرق قاسية جدا. فالموضوع يوجع القلب قوي، يمس كل أب وأم، كل مدرس، كل مدرب في نادي أو في لعبة أو أي حاجة من كده، أي حد بيتعامل مع طفل مراهق أو مراهقة. المرحلة دي هي فعلا مرحلة في منتهى الخطورة، علشان بيحصل فيها تغيرات كيميائية للدماغ وفسيولوجية الجسم بتتغير وفسيولوجية الدماغ بتتغير. النهاردة مش هنتكلم عن ده خالص، هنتكلم عن ايه اللي يخلي ولادنا يقرروا ان هم ينهوا حياتهم او معاناتهم بنفسهم. طبعا انا هكون حريصة جدا في استخدام الالفاظ علشان ما يحصل يعني تيك توك ما يقفلش اللايف. النهارده انا مش جايه اقول لكم نصايح تربويه كده وخلاص، لا، احنا هنتكلم عن ايه الاسباب اللي تدفعهم لكده، وايه كمان اللي يخلي ايه العلامات الخطر اللي تخلينا ناخد بالنا من ولادنا لو ظهرت عليهم، وامتى لو لا قدر الله حصل ده نقدر نحتوي الأزمة ونتعامل معاها ازاي. طيب خليني تاني اقول الاربع نقاط الاساسية اللي هنتكلم فيها او المحاور ايه هي علشان تكونوا معايا وعارفين هنتكلم عن ايه. اول حاجة، ليه المراهق ممكن يوصل لقرار ينهي فيه معاناته بنفسه. النقطة التانية، ازاي فقدان الأمان في البيت أو التنمر في المدرسة أو على السوشيال ميديا ممكن يوصل المراهق لطريق مسدود. النقطة الثالثة وهي علامات الخطر الصامتة اللي تخلي الأهل ينتبهوا وياخدوا بالهم إن ابنهم أو بنتهم بيعانوا من ألم نفسي عميق. النقطة الرابعة وهو احتواء الأزمة وإزاي نتصرف فوراً قبل فوات الأوان. طيب خلينا نبدأ بأول سؤال ونجاوب عليه. هو ايه الدوافع اللي ممكن تخلي الطفل المراهق أو المراهقة يوصلوا للقرار ده؟ أول حاجة معلش أسفة جدا. أول حاجة لازم نفهمها، هو مش بيكون عايز ينهي حياته فعلا، خلاص، هو بس محتاج إن هو يوقف الألم أو المعاناة اللي حاسس بيها دلوقتي. طيب خلينا نفهم إن المراهقين بتكون مشاعرهم عاملة زي العدسة المكبرة، يعني اللي احنا ممكن ككبار وراشدين نحس ان هو عادي ونقدر نتعامل معاه او نشوف حلول او نتكيف معاها. في مرحلة المراهقة، وارجعوا كده بذاكرتكم لما كنتوا مراهقين في امور كنتوا ممكن تعدوا بيها، تحسوا بتعدوا بيها دلوقتي لو كانت حصلت وانتوا 14 15 16 17 18 تحسوا ان هي أزمة كبيرة جدا مش قادرين نتعامل معاها. لكن لما كبرنا ونضجنا وكمية دماغنا استقرت، خلاص بقينا نقدر نتعامل ونتكيف معاها. فإذا المراهق عنده من الحاجات الخصائص مرحلة المراهقة هو الحدة العاطفية، وإن هو مشاعره بتكون عاملة زي العدسة المكبرة، بتضخم الحاجات جدا، وبيحس إن هو لو في أزمة دي ملهاش مخرج وملهاش نهاية، فبيقرر يوقف الألم ده بنفسه. طيب كمان الضغط النفسي المتراكم. الطفل ده أو المراهق ده لما بيحس إن المشاكل أكبر من قدرته على التحمل، زي
مثلا بيتعرض للنقد جوه أسرته، أو في مشاكل جوه أسرته، أو دخل في علاقة عاطفية وفشلت، أو تعرض لأي نوع من أنواع الصدمات، أو بيتعرض للتنمر من صحابه أو على السوشيال ميديا، لأن ده بقى نوع جديد من التنمر دخل علينا مؤخرا، وبقى ممكن يوصل لمصايب بجد مع أولادنا يعني. طيب، كمان النفق المظلم، خلاص هو بيحس ان مفيش امل ان بكره يبقى احسن، مفيش امل ان المشكله دي ممكن تتحل، او الازمه دي ممكن يخرج منها وتخلص. فبيعمل ده وبياخد قرار ان هو ينهي معاناته بنفسه، حتى لو بشكل قاسي وهيتألم فيه وهيتوجع فيه جدا، كصرخة ألم. انا محدش سامعني، انا مش متشاف، انا بنهار ومحدش حاسس بيا. تمام، دي إجابة أول سؤال، إيه اللي ممكن يوصل المراهق للقرار ده. النقطة التانية، وهي إزاي فقدان الأمان جوه البيت داخل الأسرة اللي هي المفروض الأمان والدرع الواقي اللي بيحصن ولادنا إن هم يبقوا واقفين، يعني ماسكين نفسهم قدام أي هزات نفسية ممكن يتعرضوا لها. لما الأمان ده بيختفي جوه البيت أو في الأسرة يعني، ممكن يوصلهم لطريق مسدود. وإزاي كمان إن التنمر من الصحاب في المدرسة أو في النادي أو على السوشيال ميديا ممكن يوصلهم لطريق مسدود. خلينا الأول نتكلم على أول نقطة وهي الأهم، لأن دي لو فقدت فهو بقى في حالة هشاشة، في حالة هشاشة نفسية، ما عندوش حصن ولا عنده درع وقوة نفسية يواجه بيها. فقدان الأمان جوه البيت، لو لقى إن في البيت هو مش متشاف، أو هو مش متقدر، أو في مشاكل وصراعات بين الأب والأم دايما حاصلة، لو بيتعرض لنقد مستمر، لو في مقارنة بينه وبين أقرانه، تمام، فهو ما بقاش البيت مكان آمن ليه، ما بقاش البيت هو المكان اللي بيحتويه وبيساعده على ان هو يقوى نفسيا. خلاص. طيب، لو كمان بيتعرض للتنمر والسخرية بقى من صحابه، أي على أي حاجة أيا كانت، شكله، مستواه الدراسي، ضعيف مثلا جسمانيا، مستواه في التمرين، علاقاته بأصحابه، أيا كان أنواع التنمر إيه في السن ده، كتير جدا جدا جدا، وعلى مستويات واسعة قوي قوي قوي، وللأسف الميديا كمان شجعت على ده أكتر دلوقتي. فبتبدأ تتحطم ثقته بنفسه تماما، بالإضافة لأن مفيش بيت شايفه أو بيحتويه أو بيقدم له الأمان اللي هو محتاجه. طيب، ننتقل للنقطة الثالثة أو السؤال الثالث، هو علامات الخطر الصامتة، أو إزاي تعرف أو تعرفي إن ابنك أو بنتك بيعانوا من ألم نفسي عميق. هو على فكرة مش لازم لا يصرخ ولا يكسر ولا يعيط، هو ممكن يبقى تعبان في صمت. خلاص. طيب، ممكن في علامات هقولك أو هقولك عليها كأب أو أم أو مدرس أو مدرب كابتن في الملعب، تقدروا كمان تاخدوا بالكم. أول حاجة وهو الانسحاب العاطفي. فجأة أنا آسفة جدا، الانسحاب الاجتماعي، الانسحاب الاجتماعي، فجأة بطل يقعد معاكم، فجأة بطل يندمج معاكم في حوارات، في أي تجمعات كأسرة أو كعيلة أو كأصحاب مع أصحابه، ما بيندمجش، بطل يضحك زي ما كان بيعمل، ماشي قافل على نفسه بالساعات، تمام، مش عايز يتواصل، مش عايز يتعامل مع حد. حاجة تانية وهي تغيرات نفسية وتغيرات سلوكية، اضطراب حاد في النوم، يا إما بينام كتير جدا 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 وقالب ليله نهاره ونهاره ليله، تمام، وبينام وقت طويل جدا ويقوم يبقى عنده ما عندوش طاقة، عنده فقدان شهية للأكل أو بياكل بشكل هستيري، تمام. تالت حاجة
من المظاهر وعلامات الخطر بعد ما كان مثلا يبقى مهتم بنفسه، لا بقى عنده إهمال للنظافة، إهمال للمظهر الخارجي، ولد أو بنت على فكرة، ما بقاش مهتم بشكله، ما بقاش مهتم بلبسه، ما بقاش مهتم بنظافته الشخصية كالعادة. ودي علامة مهمة قوي 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 من علامات مرض الاكتئاب. خلاص. ومرض الاكتئاب شائع جدا في المراهقين. احنا بنقعد اهالي كتير يقعدوا يقولوا اكتئاب على ايه، ده عيل هو لسه شاف حاجة في الدنيا، هو لسه مش عارف ايه. لا، هو شائع جدا وبنسبة كبيرة جدا. كنت عاملة عنها قبل كده فيديو، يعني هنزل لكم اللينك. او كمان رسائل مبطنة، كلام مش واضح، تمام، كلام مش مباشر. زي ايه الدنيا ما بقاش ليها طعم، امتى بقى الواحد يخلص، لو حصل لي حاجة والله انتوا هترتاحوا. خلاص. يبدأ الحاجات اللي كان بيهتم بيها وبيحبها قوي قوي قوي، او غالية عليه، يبدأ مش مهتم بيها، يوزعها. مش فارق معاه حاجة، مش فارق له حاجة. تمام. وهو ما كانش بالشخصية دي. طيب، رابع سؤال، وده المهم جدا للناس اللي بعتوا لي، وبالفعل احنا بدأنا جلسات في يعني الحمد لله مع بعضهم يعني. وهو احتواء الأزمة. ازاي نتصرف فورا قبل فوات الأوان، لو لا قدر الله ابنك أو بنتك قرر ان هو ينهي معاناته بنفسه بشكل قاسي يوجعه ويوجعكم. طيب، أول حاجة، لو شميتي ريحة الخطر في حاجة من اللي احنا قلنا عليها، واكتشفتي ان ابنك او بنتك حاول ان هو يأذي نفسه، فأول حاجة تعمليها التصرف السريع، انك تتدخلي بهدوء وتسمعي اكتر ما تتكلمي. بلاش تخشي في حتة حرام وما ينفعش وعيب وازاي واحنا ما قصرناش معاك، وشغل المحاضرات اللي غصب عننا كأهالي بنقوله علشان نحميهم، عشان خايفين عليهم، علشان هم أهم حاجة في حياتنا. بلاش وابعدي أو ابعد كأب أو أم عن المحاضرات وعن الكلام اللي هو بتاع التخويف والترهيب. هو مش عايز يسمع ده، هو مش عايز يسمع أصلا، هو عايزك تسمعيه، هو عايزكم تسمعوه أكتر ما تتكلموا. تمام. ولازم حاجة مهمة جدا 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 وبنأكد عليها في كل مراحل العمرية وخاصة في المراهقة، إنه يحس إنه في مني أنا كأم إقرار بمشاعره. أنا عارفة إنك بتتألم، أنا عارفة إنك موجوعة، وأنا جنبك أو أنا جنبك، مش هسيبك. تمام. احكي لي إيه اللي وجعك علشان نقدر نحله سوا، ونقدر نشوف إزاي نخرج من الموضوع ده مع بعض بأمان. انت غالي عندي، وأنا عارفة، ممكن ما بقاش عارفة أحس اللي انت حاسه قوي، بس أنا حاسة بوجعك. وأنا في وقت إن شاء الله لو هنختلق حكايات، أنا دايما أقول للأهالي اختلقوا حكايات، مواقف شبه المواقف اللي ابنك أو بنتك بيمر بيها دلوقتي ان انت عديت بيها زمان، او حد من صحابك. اختلقوا حكاية، حسسوا ان انت مش جاي من كوكب تاني، لا انا معاك وعديت بالفترة دي زيك. تمام. اقرار المشاعر يا جماعة في العلاقات الانسانية كلها مهم جدا جدا. تمام. من غير احكام، ارجوكم من غير احكام. طيب، كمان ضروري في المرحلة دي انك تتحرك على متخصص فورا، ومتخصص مش مجرد كوتش. احنا طالما وصلنا للمرحلة دي وبقى في حالة من إيذاء النفس والأذى الجسدي، وان انا انهي معاناتي بنفسي والكلام ده، فانا لازم ألجأ لمتخصص دارس فعلا، دارس فعلا علم نفس، دارس فعلا التعامل ازاي مع الاضطرابات النفسية. وساعتها هو يقدر يقول لك ان انت ان كنت تلجأ لطبيب وتدخل دوائي دلوقتي، ولا هو بس في الاول يشتغل معاه. دي الخطوات الصح. طيب، كمان ان خلق بيئة آمنة للطفل ده او المراهق ده. لازم البيت يكون زي ما قلنا مكان آمن، بيحتوي، بيسمع، بيطبطب، بيقر بالمشاعر. كمان لو لا قدر الله
الابن أو الابنة أخدوا الأكشن ده وعملوا حاجة في نفسهم، فلازم أطهر المكان اللي هو فيه من أي أداة أو وسيلة هو ممكن يستخدمها لإيذاء نفسه. مهم جدا وما يتسابش لوحده، تمام؟ من غير ما يحس ان احنا عاملين عليه كماشة، لكن احتياطات أمنية ده بجد، علشان لو يعني ما صابتش في المرة الأولانية لا قدر الله ممكن تصيب في المرة التانية، حتى لو هو مش قاصد ان هو يوصل الموضوع لآخر مشهد، بس ممكن تحصل معاه كده. فما يتسابش لوحده، نطهر المكان اللي هو فيه ونأمنه من أي أداة أو وسيلة ممكن يستخدمها في القرار ده. طيب احنا كده جاوبنا على ال4 أسئلة المهمين اللي احنا جايين نتكلم عليهم. هقول تاني النقط اللي احنا اتكلمنا عليها علشان لو ما كانش حد حضر معانا، لو في حد يعني ما حضرش اللايف من الأول، هقولها في شكل محاور كده أو نقط رئيسية. اللي حابب يكتب أو يعمل شير لللايف لحد مهتم أو حد عنده مراهق أو كده، الجزء ده مهم جدا، هلم فيه كل النقاط اللي قلناها. المحور الأولاني هو ليه علشان نفهم الدوافع بتاعة المراهق من غير ما نحكم عليه. تمام؟ ان احنا نفهم ان المراهق مش بيتدلع لما بيعمل كده ولا بيعمل شو، هو فعلا بيتألم نتيجة يا إما غياب الأمان الأسري، وده رقم 1 في كل الحاجات وفي كل الحالات اللي أنا سمعتها. غياب الأمان الأسري لما البيت بيكون مكان غير آمن، مكان للصراعات، للخناقات، للنقد، للمقارنة، مش للاحتواء والطبطبة والأمان. أو نتيجة التنمر من أقرانه، من المدرسة، من السوشيال ميديا، من النادي، فده بيضغط عليه وبيخليه يحس إن هو منبوذ أو قليل، وما بيخليش عنده ثقة بنفسه. طيب كمان فقدان الهوية، إن إحنا في وقت في مرحلة المراهقة، في فترة المراهقة، البنت أو الولد في بعض الأحيان بيبقى مش عارف هو مين، هو مش عارف يقول أنا بتألم، أنا مش متشاف، أنا بنهار من جوايا، أو مش عارف يعبر بالكلام، أو عارف إن هو مهما قال محدش هيسمعه، محدش هيفهمه، محدش هيحتويه، بالعكس هيحكموا عليه ويجيبوا اللوم عليه. فبيبدأ يشوف إن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الألم ده هو إيذاء نفسه وإنهاء معاناته بنفسه دلوقتي. طيب المحور الثاني، إيه هي العلامات التحذيرية وإمتى أقلق كأم أو أب أو مدرس أو مدرب؟ هو لما ألاقي إن الطفل ده أو المراهق ده بدأ يبقى عنده عزلة اجتماعية، الانعزال الاجتماعي، بقى عازل نفسه عننا كأسرة، ما بيندمجش معانا في أي اجتماعات أو قعدة أو ضحك أو حاجة أو أي حاجة كان بيعملها معانا وبيندمج فيها ومبسوط فيها، ما بقاش بيعملها معانا، عازل نفسه عننا، قاعد في أوضته وقت طويل جدا، مش حابب يشوف حتى أصحابه، منعزل عن أصحابه، مش مندمج معاهم زي الأول. اضطرابات النوم والأكل دي مهمة قوي 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 قوي، ان هو ينام وقت طويل جدا او السهر وقت طويل جدا، وقلب الليل نهار والنهار ليل، ويقوم يبقى مش عايز يعمل حاجة، او ما عندوش طاقة لحاجة، عنده فقدان شهية او عنده شره للأكل رهيب. المحور بعد كده كمان من ضمن الحاجات دي العلامات التحذيرية، وهي الكلام اللي ممكن يقولوا، اللي قلنا عليها رسائل مبطنة، اللي ممكن يقولوا أنا لو مش عارف جرالي إيه أنتوا هترتاحوا، يا رب مش عارف يحصل إيه، أنا ماليش لازمة، يا ريتني ما كنت جيت أصلا، والكلام ده. طيب والمحور آخر محور، وده اللي مهم قوي قوي قوي، لو لا قدر الله حصل فعلا من المراهق إيذاء لنفسه، فإزاي أقدر أتعامل معاه؟ أول حاجة الهدوء، ثم الهدوء، ثم الهدوء. اسمعي أكتر ما تتكلمي، ما تتكلميش أصلا. الحضن والطبطبة في الوقت ده أهم بكتير من أي كلمة فيها لوم وعتاب وحرام
وازاي واحنا ما قصرناش معاك وليه بتعمل كده، ولا بقى نرميه بالتهم انت بتدلع انت بتمثل انت مش عارف ايه. الصمت في الوقت ده والطبطبه واحتواء واحتواء المشاعر اللي هو بيمر بيها دي اهم بكتير جدا من كل الكلام اللي انت كأم او اب ممكن تقولوه. مش هيتسمع، بالعكس هيجي بنتيجة عكسية. طيب بلاش ضرب، بلاش تهديد، بلاش صريخ، بلاش زعيق، بلاش محاضرات ارجوكم. خلاص ده هيزود الفجوة بينكم وهيخليه يبعد اكتر بكتير. طيب تاني حاجة، هي احنا قلنا الهدوء والاستماع من غير مواعظ ومن غير محاضرات. تالت حاجة ومهمة قوي ان انا اطلب المساعدة من حد متخصص، وهو ده الوقت بتاع الحد المتخصص. مش وقت خالص خالص ان انا كأب وكأم لو بينا مشاكل والولد ولا البنت احنا اللي دفعناه لكده بالصراعات اللي بينا وبالمشاكل اللي جوه البيت نقعد نرمي اللوم على بعض. لان في كيس جات لي ان هم لما المدرسة استدعتهم الاب والام وهم كان بينهم مشاكل، طالعين بيتخانقوا، مش طالعين بيدوروا على حلول، مش طالعين بيدوروا احنا ازاي هنساعد بنتنا وننقذها او ابننا وننقذه. لا، ده هم طالعين بيتخانقوا وبيرموا اللوم على بعض، وانت السبب لا انت السبب. مش وقته يا جماعة خالص. في حاجة اهم واكبر من الصراعات اللي بينكم. في طفل جه للدنيا ما اختاركوش، فبلاش تبقوا انتوا حظه الاسود. من الاخر بكلمكم بجد بقى كأم، بلاش تبقوا انتوا نصيبه الاسود في الدنيا اللي اتكتب عليه وتأذوه وتخلوه يبقى مريض نفسي وتخلوه يحاول يا حبيبي يقضي على حياته عشان يخلص منكم، تمام، ويخلص من الحياة دي. ارحموا العيال، هم ما اختاروكوش وهم أمانة من عند ربنا اداها لنا. حافظوا عليهم واحفظوهم واحتووهم وخليكم انتوا الأمان والسند والاحتواء. عندكم مشاكل حلوها، ما عرفتوش تحلوها بينكم وبين بعض وما عندكوش النضج والحكمة الكفاية، روحوا لحد متخصص يحلها لكم. مش عارفين والله ورحتوا وعملتوا، انفصلوا. ما تدمروش عيالكم، حرام عليكم. وهقولها لكم تاني زي ما بتكلم كل مرة، مش قد الجواز ما تتجوزوش، اتجوزتوا ومش قد الخلفة ما تتنيلوش وتخلفوا. واشوفكم ان شاء الله في اللايف الجاي باذن الله يوم الاثنين في سايكو ترند. وبشكر جدا كل الناس اللي بعتت لي سالوا عليا لما ما طلعتش الاثنين اللي فات في سايكو ترند، لاني كان عندي وعكه صحيه وكتبت ده، فالناس بعتت لي كتير. كتر خيركم ودعوا لي. الحمد لله مشاكل في العمود الفقري الحمد لله بقى عندي من اوله لاخره في مشاكل جامده جدا الحمد لله رب العالمين، بس فعلا ما كنتش قادره من الالم اقعد ولا اتحرك. فعشان كده اعتذرت عن اللايف اللي جاي ان شاء الله هو هيبقى موضوع اللي انا كنت هتكلم عنه في اللايف اللي فات، لان في ترند مستفز جدا جدا استفزني قوي الاسبوع اللي هو اللي فات ده. بس انا مصره اتكلم عنه لان هو مهم جدا وليه علامات ومؤشرات بتبان من بدري، ومهم لينا كاهالي ومهم لاولادنا. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 10 بالليل. السلام عليكم.